بعد ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي نعمل السهم ده عشان نعمل قائمة نختار منها، واتعلمنا ازاي نحول التاريخ ليوم من ايام الاسبوع عشان نبقى شايفين ايام الجمعة وهكذا. النهاردة هنتعلم ازاي نعد ايام الحضور او الاجازة او الغياب. طيب مادام هنعد يبقى معادلة اسمها count، ومادام في شرط معين يبقى count if، ونفتح قوس ونفتح هنا زي ما اتعودنا عشان نبقى شايفين هو عايزنا نعمل ايه. هنا بيقولك الرينج يعني فين هو النطاق اللي انا هدور فيه، فهعلم على الايام بتاعة التاريخ قدام الخلية اللي انا بعمل فيها المعادلة. طيب تاني حاجة الكرايتيريا اللي هو عايز ادور على ايه بالظبط، فانا هنا عايز ادور على الحضور، هكتب كلمة حضور واعمل اوكي، فكتب لي 4. لو نزلت بالمعادلة هتلاقي المعادلة نزلت معايا هنا عادي. طيب لو انا رحت بالمعادلة يمين المعادلة هتبوظ ليه؟ لان المعادلة مشيت معايا هنا وجابت ايام مختلفة، فلا يبقى انا بدل ما اعمل كده اقدر ان انا اخد المعادلة من فوق كوبي واعمل كده بيست، واكتب الحاجة اللي انا عايز ادور عليها من الاول. يعني هنا بدل حضور هفتح علامات تنصيص واكتب اجازة. طيب هنا لو انا مش عايز اكتب اعمل ايه؟ اعلم على هنا واثبتها باف 4. نفس الكلام هنا، اعلم على دي واعمل اف 4 بس، وانزل بالمعادلة زي ما انا عايز عادي. كده عرفنا عدد ايام الغياب وعدد ايام الاجازة لكل واحد. لو عايز تتعلم اكتر تابعني.